إخواني أخواتي المغاربة أينما كنتم وأينما وجدتم، السلام عليكم وتحية لكم كبيرة من هذا المكان هذا. قبل ما نبدأ هذا الفيديو هذا بغيت نقدم الشكر ديالي لكاع الناس اللي شاهدوا هذه القناة أو شاركوا فيها، وكاع الناس اللي كيعرفوني. واليوم بغيت نقدم واحد الشكر ديالي لواحد جوج د الناس اللي واحد راه خلاص كيعرفني، وراه حتى انا كنعرفو مزيان، اللي هو شيبوب واللي دوز معايا سيكيبي. وتحيه ليك كبيره خويا من هذا المكان هذا. وإلا كنتي باغي تواصل معايا فخلي لك الخاص، وكنتمنى تكون في حياة جيدة وفي أحسن الأحوال. والثاني اللي هو محمد بن تازوت، راه غني على التعريف، اللي كيقولوا سجين مشهور، واللي مسكين تظلم في واحد ما عرف دار شي 24 ولا 30 23 عام ديال السجن مسكين. وبقى كي دار واحد قريه في البيت ديالو، في الدار ديالو بالعائله ديالو. تحيه ليه كبيره من هذا المكان والعائله ديالو كامله، وتحيه للناس القنيطره كاملين بواحد بواحد. فهاد السيد هذا راه كنت تبعت الاحداث ديالو من الاول، اللي هو محمد بن تازوت. الاحداث من الاول ديالها وهادي، وداك الناس اللي تضامنوا معاه، وراه حنا كنا ضامنين معاه في القلوب ديالنا صراحه. وهاد السيد هذا داكشي اللي كيعاود وهادي راه تقريبا نفس المشكل اللي عانيت منه انا. وواخا تعيا تغوتو في هاد البلاد هادي راه معروفه، راه كلشي داكشي اللي عقولوه راه معروف. ما كاينش شي حاجه اللي ما معروفاش في هاد البلاد هادي. يعني واحد المثل اللي كيقولوا كيت اللي جات فيه. والله يجعلها تكون مغفرة الذنوب، والله يجعلها تكون ثقيلة في ميزان الحسنات مع هاد الناس هادو. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، والله راه كيوقف مع المظلومين ماشي مع الظالمين. ولهذا رانا كنقدم لك خويا بنتازوت هاد الرسالة هادي كنوصلها لك. وكان المهم رانا مضامن معاك دايما في القلب ديالي اخاي. وتحية لك كبيرة، وشكرا بزاف على كومونتير اللي صيفطتيه. على أي، اليوم جيت نعاود واحد القصة ديال واحد السيد اللي سميتو عبد اللطيف من مدينة مراكش. دخل في شي إحدى التكانات تماك في مراكش. المهم ولا خدام السيرفيس، وصيفطو يخدم السيرفيس في أسا الزاك. هاد أسا الزاك مين كان خدام السيرفيس كان كيشبر هو جندي عادي بسيط، كيشبر السيرفيس والعسا مع الإخوان ديالو. هو من وصل المحبس وهادي كان السيد على حساب اللي عرفتو، انا ما كنعرفوش في الارمي، ولكن عرفتو في داخل الاسوار. وشفت ليطا ديالو كيفاش عايش، يعني طبعا كان عايش هكاك. السيد مبلي بالحشيش، مبلي بالشراب، الا جاب حتى شي واحد عنده الاقراص حتى هي كيعملها معاه ماشي مشكل. المهم في داك الزاك هادي كنتلاقى بواحد السيده حتى هي مراكشيه، كيعرفها وكتعرفو وكذا، وهادي هي خارجه الطريق. وكان كيمشي يقضي عندها الليالي الحمراء بعض المرات. شني كان كيعمل هاد السيد هذا؟ هاد السيد ملي كان كيكون سيرفيس، ملي ما كيكونش سيرفيس راه كيمشي ما كيهضر مع حد الحق. ملي كيكون سيرفيس كان هادشي هذا راه معروف في وسط التكنات، ماشي التكنات كاملين، وماشي كلشي اللي في التكنه كيعمل هاد القضيه اللي غنقول لا. راه في بعض الجنود شني كانوا كيعملوا اللي كيشبروا العسا، كيكونوا ثلاثه في العسا. كاينه، انا براسي راه دوزت هاد المرحله هادي اللي كنعاود. كاينه الكاريطه اللي كيشبروا، اللي حتى واحد ما كيوقف فيها، كيشبروا السلاح، كيتفاهموا في الاول داك ثلاثه د الناس، كيشبروا السلاح كيخبعوا في واحد المكان امن. واللي بغى يعسس وخاف كيشبر الفونكسيون ديالو، كيجي في الساعه ديالو كيهز السلاح، كيشبر داك جوج سوايع ديالو، كيرجع السلاح فيكا كيمشي بحال هذا. يعني الا كانت شي روند او لا شي حاجه راه كيجبروه هو بالعسه، واخا هو عارف شني كاين هو. المهم لا نقصقاش، لا كلشي عارف هادشي هذا، كيعرفوه وخدموه هو. وكاينه الناس اللي كيتفاهموا مع بعضيتهم، يعني كيبقاو غير جوج وواحد كيتفاهموا معاه، كتبقى دايره هكا. كل مره سالت واحد، كل مره سالتين جوج، بعض المرات واحد كيبقى. المهم الحق اللي خطيره هي اللي كيخبيو السلاح. اما الا كان السلاح شابرو واحد وشابر مثلا جوج د الناس ثلاثه د الناس ماشي مشكل، المهم السلاح كيكون بادي. فهاد السيد هذا من تلاقى بهاد السيده هادي ولا كيمشي عندها تقريبا يوميا وهادي. واحد النهار كان شابر السيرفيس،
وراه دايرة مرة وجوج، المهم هادي اللي حصل فيها هي هادي اللي كنعاود عليها. مشى عند كان سيرفيس، تفاهم مع داك جوج دراري بان حتى الصباح غادي يجي هو وغيشبر الليل كامل، وهما غيتفاهموا على داك السوايع اللي بقاو ديال النهار وغيشبروهم مع بعضيتهم داك الجوجه. فهاد السيد هذا شبار، هو يلا طاحت الظليمه وهادي، ها السلاح ديالو جابها عند السيده، راه بعيد السيده ماشي قريبه وحده القاشله ولا هادي. المهم راه مشى، وكان البرد نتوما عارفين الجلابه وداك التخربيش كدا وهادي. ومشى وجلس في حالة سكر وكيكمي الحشيش وجالس كأنه ما طالق السيرفيس يعني ليبر. شوية دازوروند في القصرة لقى ابوندومون بوست، المهم العسكري ما كيناش يمارا، لا هو لا سلاح لا سي ديسكري. بيرمانوس ناضت قربالة. صافي راه ملي كتنوض قربالة كيتعلم فيها الشاف دو كور، كيتعلم فيها الجدارمية دوزيام بيرو، راه رويلة ناضت في داك الداخلة في داك الزاق ورويلة. والسيد ما على بالوش، هو راه كيقضي السويعات ديالو. وناضت البلبالة، المهم في وسط القاشلة داك التحقيق الأولي وداك المهم هذا كيسول هذا، هذا كي هادي عبد اللطيف، عبد اللطيف ناضت قربالة، المهم الأغلبية ما شافوشي. استغفر الله العظيم. بقاو كيقلبوا، دخلوا وخرجوا في وسط في المدينة، بقاو كيقلبوا في كلشي، المهم راه السلاح هذا. إلا حتى وصلوا لواحد السيد اللي كيعرفو هو صاحبو، كان كيمشي معاه كيجي معاه، المهم عارف له المقر ديالو، عارف له الاسرار ديالو، عارفو فين كيمشي فين كيجي. واللي قال له ما دير السيد راه كيفاش عاود لهم هاد القصه اللي عاودت لكم، بان السيد كيمشي عند واحد كتعرف اللوكاليزاسيون، كان عارف بلاصه، كان عارف تا هو الجدارميه وبرفقه بوليس ميليتير دوزيام بيرو داكشي وكدا وهادي، واحد القوه كبيره. توقفوا البلاصه اللي كيجلس فيها، وسمعوا الضحك ديالو كيتسمع حتى للبارا، من دخلوا وصلوا بالسكات. الضحك كيسمع السيد قصار سكران وهادي ما مسوقش. دخلوا هجموا، راك عارف السلاح وهادي والبلبله نايضه، هرموا على داك الدار، جبروا الكلاش مسيب بلاصه محطوط عادي. وهو جالس مقصار عريان مع راساتو عيب الشرط وهادي، وقصار الشراب ورويله. هزوه هزوه، دارولو داكشي اللي دارولو، المهم دوز داكشي لونكيت كدا، جبرو راسو خاوي، ما كاين لا ارهاب لا عمليه شي عمليه سرقه ولا شي حاجه اللي عادي مثلا السلاح يدير به شي حاجه، ما كايناش. كاين عنده ابوندونمون بوست، مخالفه الاوامر العسكريه، ونقص السلاح من بلاصه لبلاصه. المهم لا سيتياسيون انا نعاود لكم كيفاش عامله. ومشى داوها محكمه عسكريه. محكمه عسكريه، المحامي اللي كان عامل هو اللي كنت عامل انا النيت. قال له الموتيف ديالك راه فيه حاجه وحده، الا بغيتي تخرج معاه كيقولوا الله اعلم بان ما لاباس عليه وكذا وهادي. المهم العائله ديالو هادي كانوا باغيين يخلصوا الفلوس باش يخرج وكذا وهادي. فالمحامي قال له ما وديش نقول لكم زعما السيد خصو يثبت عليه الخبره الطبيه بان حماق، الموتيف الحمق هذا، حيت هو ماشي د الحمق، ولكن مادام حصلت ليه يقولوا بان حماق وكذا. هو راه دار اون فوا دو فوا تروا فوا، ما خلى ما دار وعيا كيمشي ويجي، هذيك اللي كان حصل فيها. فهنايا ما تبتتش عليه الخبره الطبيه، يا كيبغي يدير راسو حماق وكذا وهادي والو. وحكمت عليه المحكمه ب10 سنين ديال السجن. علاش عاودت انا هاد القصه هادي وعلاش بغيت نعاودها؟ على حساب الناس اللي كيتصوروا في العمل ديالهم. راه حيت العمل الا قصرتي فيه راه ماشي هو هذاك، سيرتو هادو الناس اللي حاملين السلاح. راه باش تخلي السلاح، راه هاد القضيه ديال السلاح عندي بزاف ديال القصص وبزاف ديال الملفات على هاد السلاح هذا، راه خطير. السلاح راه ملي كتشبرو راه هو براسو موتيف، لان لو وقعت لك فيه شي حاجه ماشي هي هادي كتحسب عليك، راه كتسيني عليه باش كتوز السلاح، ماشي كيعطيوها لك بحال ديال العاشور. هذا راه السلاح والقرطاس ديال بصح ماشي ديال الكذوب. عطاوها مسكين 10 سنين، وخلاتو نقدو الابره خلاتو في ال10 سنين ديالو. ودوزت معاه بزاف هاد السيد هذا، دوزت معاه تقريبا شي واحد المده ديال 4 سنوات باش كنت تهزيت انا وهو، كنبقى تما كاينات. هادي كانت هي القصه ديال عبد اللطيف.
والطريق ديال الانحراف، حتى هذا انحراف، هو ماشي مجرم ولكن منحرف. شراب، حشيش، ليالي حمراء، حيت هادشي هذا الا عملتي مخدرات راه ما كتبقاش تسوق للعمل، ما كتبقاش تسوق لي سيبيريور ديالك، الناس اللي فوق منك وكذا وهادي. وهادشي ماشي كينطبق على الحياة اللي كاينه في الجندية، ولكن جميع لي دومين، اي دومين كنتي مهور فيه وكذا وهادي راه كتبورطا على حساب لا سياسيون ديالك. ولهذا انصح جميع الشباب باش يبعدوا على طريق الانحراف، يبعدوا على السكر، على الحشيش، على المخدرات. فهادشي هذا كيأثر على بنادم وكيخرج له على لا كارير ديالو. باش ما نطولش بزاف، غنكتفي بهذا القدر هذا. وتحياتي لكم كاملين المغاربة أينما كنتم وأينما وجدتم، وتحية ثم تحية كبيرة لكم.